سلام صحباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا فيديو ديال اليوم. انا لمياء وهذه قناتي لم بيوتي ايتي فرحانه نتلاقاكم فيديو جديد. واليوم غادي يكون ريفيو على واحد المنتوج اللي جربته شخصيا وبغيت نشارك معكم الراي ديالي بكل صدق، اللي هو لوميسيلير بيورالك من عند ايفوشي. هذا المنتوج موجه للبشره المختلطه والدهنيه، وكيقولوا عليه انه كيحيد المكياج، الشوائب، وكيعطي واحد الانتعاش طبيعي بلا ما ينشف البشره. واش هادشي بصح؟ خليكم معايا نكتشفوا كل شيء. اول حاجه الاسم ديال هذا المنتج هذا هو او ميسيلير ديماكيونت بيورالك بوميكس اغراس. المكونات الرئيسيه ديالو هو واحد المستخلص ديال الطحالب اللي سميتو الك تيتراسيليميس، ومعروف انه كينقي ويرطب الوجه، خالي من الكحول، ما فيهش البارابين والسيليكون. وزياده على ذلك ايفوشي هي ماركه نباتيه يعني فيغان وما مجرباش على الحيوانات. طريقه الاستعمال ديالو كتستعملوه على قطعة قطن وكتمرري على الوجه والعينين بلا ما تغسلوه الوجه من بعد. انا شخصيا كنستعملو صباح ومره قبل من النوم باش يحيد الشوائب، المكياج، اي حاجه اللي كتكون عالقه في الوجه ديالك كتستعمليه كينقي الوجه. واخا تكوني ما كديريش مكياج، انا كنصحك شخصيا انا كتستعمليه لانه كينقي لك وجهك و كيعاون ان البشره ديالك ما ينوضش فيها الحبوب من دوك الاوساخ اللي كيبقاو النهار كامل. الايجابيات ديالو فعلا كينقي البشره مزيان بلا ما يخليها ناشفه، ما كيحرقش العينين، عندي عيون اللي هما حساسين. الريحه ديالو خفيفه ومنعشه. بالنسبه للقنينه ديالو عمليه وسهله الاستعمال. صراحه انا كيجيني كيبرد القلب، كينقي الوجه مزيان، البشره كيخليها مرتاحه، ما كيجرحها لا والو. فيه مكونات اللي طبيعيه بزاف ومناسب للبنات اللي كيبغيو منتجات اللي هما كلين. بالنسبه للسلبيات ديالو اللي خاصكم تعرفوها، الا كنتي دايره مكياج اللي هو مقاوم للماء يعني واتر بروف، كيحتاج شويه ديال الضغط ومنتج اضافي يعني تستعملي معاه شي حاجه اخرى. الحجم ديالو مقارنه مع الثمن ممكن يكون مرتفع شويه لبعض الناس. بعض الناس اللي عندهم البشره حساسه بزاف ممكن يحسوا بواحد شويه ديال الحريق خفيف، خاصهم يديروا تيست من قبل. تقييمي النهائي على هذا المنتج هذا كنعطيه 8/10. منتوج فعال منعش مناسب بزاف للبشره اللي كتكون دهنيه مختلطه. ماشي سحري ولكن بين افضل لوميسيلار اللي جربت، خصوصا الا كنتي من محبات ديال ايفوشي. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وفادكم. الى جربتوا هذا البرودوي هذا قولوا لي في التعليقات شنو كانت التجربه ديالكم معاه. ولا كاين شي منتوج اخر بغيتونا نجربو كتبوه لي تحت. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم، نخليو لايك وابونيو. نشوفكم في فيديو جاي، تهلاو لي فراسكم.